في قرية نائية محاطة بالمزارع والحقول الواسعة، كان الناس عايشين حياة هادية، لكن في قلب كل واحد فيهم كان في خوف مستمر من أسطورة قديمة. الأسطورة دي بتحكي عن أبو راجل مسلوخة، الكائن اللي بيظهر بالليل بيمشي على رجل واحدة مسلوخة ويطارد اللي يضلوا طريقهم في الظلام، ينادي على ضحاياه بصوت ناعم كأنه حد قريب منك لكن محدش يقدر يشوفه. الأسطورة دي بقالها أجيال في القرى المصرية، وكانت بترعب أي حد يفكر يواجه الليل لوحده. محمود ولد عنده 10 سنين، كان عايش مع أسرته في القرية. زي أي طفل كان بيحب يسمع الحكايات المرعبة اللي بتحكيها جدته. كانت دايما بتحذره من الخروج بعد المغرب، خصوصا في الليالي المظلمة، لأن أبو ريجل مسلوخة بيطلع يدور على ضحاياه. محمود كان بيضحك على الحكايات دي، ما بيصدقش إن في كائن زي ده ممكن يكون حقيقي. لكن جدته كانت دايما بتقوله: إياك تستهين بالموضوع ده يا ابني، أبو ريجل مسلوخة موجود وناس كتير شافوه. في يوم من الأيام حصل حاجة غريبة، الحيوانات في القرية بدأت تختفي، وفي نفس الوقت سمع أهل القرية عن أطفال كانوا بيسمعوا صوت غامض بينادي عليهم في الليل. الأطفال قالوا إن الصوت ده كان ناعما زي ما يكون حد قريب جدا، لكن لما يروحوا يبصوا ما يلاقوش حد. في ليلة مظلمة كان محمود قاعد في البيت لوحده بعد ما أهله راحوا يزوروا جيرانهم في القرية التانية. سمع صوت خبط على الباب، خبط خفيف لكنه واضح، فكر إنه حد من جيرانه. قام فتح الباب لكنه ما لقاش حد. الجو كان هادي، لكن كان في شعور غريب يخليه يحس ببرودة تسري في جسمه. رجع محمود لسريره، لكن بعد شوية سمع صوت ناعم بينادي عليه: محمود، محمود. الصوت كان جاي من الجنينة اللي قدام البيت. قلبه دق بسرعة، قرر ينزل يشوف مين اللي بينادي عليه. لما خرج للجنينة حس بشيء مرعب. الآثار اللي كانت على الأرض كانت لراجل واحدة، وكان واضح إن الجلد عليها متسلخ تمام. محمود جري للبيت وقفل الباب بسرعة، لكنه كان سامع الصوت اللي بينادي عليه بيقرب أكتر وأكتر. الصوت كان ناعم ومرعب في نفس الوقت. فجأة شاف من الشباك حاجة مرعبة. ظل شخص طويل واقف بعيد لكنه مش واضح، وكان بيحرك رجله المسلوخة اللي ظاهر عليها آثار الجلد المسلوخ. كانت رجله متسلخة بالكامل وبتلمع في ضوء القمر الخافت. محمود جمد في مكانه من الرعب، حاول ينادي أهله لكن صوته اتحبس في حلقه. كل اللي كان يقدر يعمله هو إنه يقفل كل الشبابيك والأبواب ويستنى، لكن كل مرة الصوت كان بيقرب أكتر. فجأة سمع طرق شديد على الباب، الصوت كان مرعب وكأن حد بيكسره. في اليوم اللي بعده لما رجع أهله حكى لهم محمود اللي حصل. الكل كان في حالة من الذعر، والقرية كلها اتجمعت عند بيت محمود لما عرفوا إن أبو راجل مسلوخة ظهر. كبار السن في القرية قالوا إن الأسطورة حقيقية، وإن اللي شافه محمود هو الجن اللي بيعيش في الغابات وبين القرى وبيسعى لترويع أي شخص يخرج في الليل. بدأت الحكايات تنتشر أكتر، والكل كان متأكد إن ده مش مجرد خرافة، وإن أبو رجل مسلوخة بيطارد القرية. في الأيام اللي بعدها اختفى طفل من القرية، والكل كان بيقول إن أبو رجل مسلوخة هو اللي أخده. محمود ما قدرش ينسى اللي شافه، قرر إنه لازم يعرف الحقيقة. بدأ يسأل كبار السن في القرية عن أصل أبو رجل مسلوخة. عرف إن الحكاية بترجع لزمن بعيد، لواحد كان راعي غنم في الغابات المحيطة. الراعي ده وقع ضحية لعنة سحرية لما اعتدى على جنية كانت بتعيش في الغابة. الجنية دي لعنته وخدوا رجله وخلته يعاني للأبد، يجوب الأرض ويدور على اللي يقدر يكمل اللعنة. بعد ما عرف محمود القصة الحقيقية بدأ يحس برعب أكبر. كان كل ليلة يسمع نفس الصوت بينادي عليه، لكن المرة دي كان عارف إن محدش هيقدر ينقذه لو حصل له أي حاجة. مع الوقت الكل في القرية بدأ يخاف حتى من ذكر اسم أبو رجل مسلوخة، وتحولت الحكاية لخوف بيطارد الكبار والصغار. وفي ليلة من الليالي اختفى محمود بشكل غامض، محدش شافه تاني، والكل كان بيقول إن أبو رجل مسلوخة أخده عشان يكمل اللعنة. بقت الحكاية دي جزء من التراث الشعبي، والكل فضل يحكيها جيل ورا جيل، لكن في النهاية محدش قدر يعرف إيه اللي حصل لمحمود فعلا. But in the end, no one ever knew what truly happened to Mahmoud.